بعده بسنتين يعني، وبعد كده بطلع بروح في نفس المدرسة اللي هو فيها. الكلام ده كان من ابتدائي أو من حضانة كده زي ما بيقولوا. فالمهم والدي متوفي من وأنا صغيرة، وأمي الحقيقة رفضت إن هي تتجوز تاني وعاشت علشان تربيني أنا وأخويا. والحمد لله كنا متربيين كويس جدا. كان الناس كلها كانت بتشكر في تربيتها جدا، وكانت بتشكر في أخلاقي وأخلاق أخويا. كان شاب محترم جدا. يعني زي ما قلت لكم كده، هو ما كانش ليه في أي حاجة من الحاجات بتاعت الشباب اللي بتحصل الأيام دي. بالعكس هو كان محترم جدا، وكان في تمريض. وكمان كان مهتم بصحته وبجسمه، كان بينزل جيم دايما. وكمان كان بيدخل بطولات وحاجات كويسة جدا. كنت بصراحة فخورة بيه. وحتى صحاب، يعني أنا ليا كذا صاحبة لما كانوا بيجوا مثلا يذاكروا معايا زمان، أو بنخرج مع بعض، كانوا يقولوا لي أخوكي ده يعني قمر. وكان بصراحة كانوا بيقعدوا يعني يتكلموا عنه كتير. لكن أنا كنت بحس إن أنا غيرانة عليه جدا، لأني كنت بحبه. لأن هو زي ما قلت لكم أخويا الوحيد، فما فيش حد تاني في الدنيا كان قريب مني غيره. خصوصا إن والدتي كانت من النوع اللي هي يعني مش بتتكلم معانا كويس، أو مش بتتكلم معانا كتير. هي كانت بتشتغل من زمان، من ساعة ما والدي توفى. كانت بتشتغل في مكان كده معين. وبصراحة كانت بتطلع من الصبح ما بترجعش غير آخر النهار. طبعا بترجع مرهقة جدا، وما بتقدرش تعمل أي حاجة تاني، يا دوب بتاكل لقمة وبتدخل تنام. فمعظم الوقت بنبقى قاعدين أنا وأخويا لحد ما زي ما قلت لكم اشتغل في مستشفى كويسة، وممرض يعني. وكان بيساعد في مصاريف البيت، وأنا ما كنتش بشتغل في الوقت ده. بس طبعا حسيت إن أنا ببقى زهقانة جدا وعايزة أنزل أشتغل. يعني كنت حاسة إن أنا حمل عليهم، لأن أخويا بيشتغل ووالدتي بتشتغل، فأنا كمان لازم أشتغل. بس بصراحة كنت بتضايق. اشتغلت في كذا مكان لما ابتديت إن أنا يعني أنزل أدور على شغل. كنت بصراحة بتضايق جدا من أسلوبهم في الشغل، لأن أنا يعني حلوة جدا، وعارفين يا جماعة اللي هو إيه، بهتم بنفسي، وأنا أصلا حلوة جدا. يعني كان أي حد يشوفني كان ما يقولش إن أنا 22 سنة خالص، لأن أنا يعني المسائل كأني متجوزة بالظبط. طبعا انتوا فاهمين أنا أقصد إيه. فكنت بقى بلاحظ إن الناس كلها كده. فطبعا كنت بتضايق جدا. وكان أخويا كمان بيقعد كل شوية يتصل بيا يطمن عليا، لأن هو كان بيغير عليا جدا. وكان على طول يقول لي مثلا قبل ما اخلص شغل، لو المواعيد مناسبة مع المواعيد بتاعته، كان يقول لي خليكي وانا هاجي اخدك اروحك. وكان يعني بيقلق عليا جدا، وكل شويه يتصل يطمن عليا. لان احنا زي ما قلت لكم كنا اصحاب وكنا قريبين جدا من بعض. وبعد فتره لقيته بيقول لي خلاص انا مش عايزك تشتغلي تاني. فقلت له ليه؟ يعني انا عايزه اخف المصاريف شويه عليك، وانت وماما وكده. راح يقول لي هو حد اشتكى لك؟ انا مش عايزك تخرجي، مش عايزك يعني تنزلي تشتغلي وتتبهدلي وكده. فبصراحة أنا أصلا كده كده كنت متضايقة من الشغل. فقلت له خلاص أنا مش هنزل أشتغل. قال لي لو عوزت أي حاجة قولي لي، وأنا مش هتأخر عنك في أي حاجة. أنا الحمد لله بشتغل وبقبض كويس، فملوش لازم الشغل بتاعك. لما بقى إن شاء الله تتجوزي لو جوزك عايزك تشتغلي اشتغلي، وهو براحته هو حر. لكن طول ما انت قاعدة في بيت أبوكي مفيش شغل خالص، وأنا متكفل بالمصاريف وبكل حاجة. وهو اصلا كان كمان متضايق ان والدتي بتشتغل. لكن يعني عشان والدتي بتشتغل من زمان، والشغلانه بتاعتها دي هي اللي ربتنا منها وكبرتنا وصرفت علينا. فيعني كان الموضوع صعب حبتين. خصوصا ان امي اتعودت اصلا خالص على الشغل. ما كانش ينفع ان هي تقعد من الشغل خالص. تحسوا كده، عارفين الناس اللي هي بتاعت زمان يا جماعه، اللي هي يعني لو قعدت من الشغل بتتعب اصلا. لازم اتعودت على الشغل، فلازم تشتغل دايما. فبصراحه لما قعدت